اختراع كده اسمه البزامه. البزامه دي حته حديده كده مخرومه متوصله بميه ضغط عالي شويه، دي بنحقن بيها الحاجات اللي فيها انسيه. طب ليه؟ علشان ميزانها يزيد، انا اكسب وفي نفس الوقت حضرتك تاخد حاجه مليانه ميه. طبعا لما الميه بتخش في النسيج العضلي ده ما بتطلعش منه. طب نبص ميزان الفرخه دي قد ايه؟ ميزان الفرخه دي كيلو 40 جرام. كيلو و40 جرام. هنحط البزامه دي فين؟ هنحطها في كذا مكان في الفرخه علشان ميزانها يزيد. بعد ما الميزان يزيد الميه دي ما بتطلعش. وبعدين نحطها في ميه فيها تلج وفيها كربوناتو وفيها نشا. ليه؟ لان هي لما بتتذبح بيبقى طبعا الجسم ده بيبقى سخن جدا، المسام بتبقى مفتوحه، فانا بحطها في الاماكن دي علشان يسد المسام بسرعه وتتنفخ بعد الميه كمان. هنفتح الميه كده ونشوف. افتح الميه زي ما انتم شايفين كده. وقف. شغل. وقف. شغل. وقف. زي ما انتم شايفين الورك كده ايه اللي هيحصل له. شغل. وقف. فرخه زي ما حضراتكم شايفين كده. شغل تاني. وقف. شغل تاني. طبعا زي ما وقف. زي ما حضراتكم شايفين الفرخه بقى لا بتنزل ميه ولا اي حاجه، الفرخه زي الفل اهي. اهي زي الفل. نبص بقى على الميزان تاني. الكيلو 40 بقت كيلو 355، يعني زادت حوالي 300 جرام. زي ما حضراتكم شايفين كده الفرخه بقت زي الوحش.